ده غير ان لقيت حاجه غريبه جدا، ركزوا كده. بصوا يا جماعه، شايفين ده؟ اول مفاجاه بقى يا جماعه، ودي اللي صدمتني. اول ما شفت المنظر ده في الهايبر قلت المنظر ده مش غريب عليا. المنظر ده دبسني قبل كده في اكتر من 450 جنيه. ال 450 جنيه ايه؟ ده اكتر من 500 جنيه. اول ما شفته قلت بس ده كان السكشن بتاع ورق العنب اللي انا كنت جبته، اللي كان ترند من فتره دوت، وجبته لكم وقلت لكم رايي فيه بكل صراحه. طبعا لما لقيت العلبه صغيره وسعرها لا يتعدى ال 80 جنيه، قلت بس اجربه، يمكن يكون في امل ويكون طعمه حلو عن ورق العنب اللي سد نفسي وقفاني من الدنيا كلها. جبت العبوه، وكان احلى ما فيها انها زي ما انتم شايفين كده سهله الفتح. رحت جبت الطبق بتاع الترندات وبتاع الحاجات اللي بختبر فيها اي حاجه جديده، وسميت الله. وان العلبه تتفتح يا جماعه حلفه ما تتفتح. طبعا بفكركم ان انتوا تعملوا الفيديو لايك، وكمان تعملوا له شير، ويا سلام بقى لو تميتوا جميلكم ورحتوا عاملين بقى ايه تعليق حلو كده بدعوه حلوه منكم. حاولت مره واثنين وثلاثه، وفي الاخر كده رحت متعافيه على العلبه لحد ما فتحت معايا. واول ما فتحت معايا بقى ايه اللي حصل يا جماعه؟ كانت المفاجاه نفس الريحه اياها بتاعه الورق العنب اللي كان، بس يزيد عليها بقى ان في ريحه كمان طماطم، صلصه طماطم. يعني ريحه الكشري اللي بتقابلني في كل مره دي لقيتها موجوده هنا. قلت بس يا رشا ما تستعجليش في الحكم، وسمي الله وابتدي كلي. اول مفاجاه بقى يا جماعه، ودي اللي صدمتني، طبعا كانوا حاطين كميه صلصه محترمه. ان البتنجانيه يعني مش بتنجان، ده هي تقريبا بتنجانيه واحده وقسمينها على 5 اجزاء. يعني هي بتنجانيه واحده طويله وقسمينها 5 اجزاء عشان يطلعوا منها الكميه دي. طبعا يعني انا يعني زي ما انتم شايفين كده صباع البتنجان الواحد وقف عليا، طبعا ده حجمه على ما اعتقد، يعني تتخيل، خلي بالكم يعني صباع البتنجان الواحد وقف عليا ب 85 جنيه. كان 85 جنيه. اول انطباع البتنجان تخين قوي يا جماعه، زي ما يكون مش متقور. تاني انطباع هو ريحه الكشري اللي مقابلاني. يعني انا بقى المفروض ان ده محشي، المفروض اشم بقى ريحه شبت وريحه بقدونس وريحه الخلطه الحلوه بتاعتنا. لا، ما شفتش ده خالص. الرز بايش تماما لدرجه ان انا تخيلت نفسي باكل برغل. ده غير ان مكتوب على العلبه ان هو فيه شبت واعشاب. انا ما شفتش اي لمحه من لمحات الشبت. انتوا عارفين ان الشبت طعمه قوي جدا ومميز، الا ان برضو لا، ما فيش امل. يعني انا مش شايفه اي شبت في الموضوع. المضحك في الموضوع بقى ان هم عاكسين الموضوع. احنا عاده بنحط الخلطه على الرز، لكن هم هنا حاطين الخلطه بره الرز. يعني التسبيكه، انا دقت التسبيكه لوحدها طعمها نوعا ما مقبول، بس كانت حامضه قوي، يعني مزه قوي كده، فيها سنه حموضه مش لطيفه. هنا بقى حاطينها بره، يعني احنا بنحطها جوه، هم هنا حاطينها، هم عاكسين الموضوع خالص. ده غير ان لقيت حاجه غريبه جدا، ركزوا كده. بصوا يا جماعه، شايفين ده بتنجان. ده بتنجان مش متقور، البتنجان مش متقور. انا ليه ادفع في دي 85 جنيه؟ انا كنت عايزه اعرف هل دي عمليه لو حد مسافر ياخدها معاه، حد نفسه في المحشي ومغترب ونفسه رايحه للمحشي البيتي. لا لا، ده بعيد تماما عن اي محشي كلته في مطعم، كلته في بيت، كلته معزومه عند حد، طعمه مختلف تماما. حاولت اخد حته كده بعيد عن التسبيكه علشان اقدر احكم على الخلطه، ولقيت نفس الانطباع ونفس القفله اللي حصلت لي من ورق العنب. طبعا انا حمدت ربنا ان انا جبت العلبه الصغيره من 85 جنيه وما اتهورتش، واتعلمت من غلطه المره اللي فاتت وما جبتش العلبه الكبيره. السؤال هنا بقى، يا ترى انا هحرم؟ مستنيه رايكم.